السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم جبت لكم خبز تركي، خبز الفرماج المعروف بتشوراك. تجي بزاف بنين بالفرماج والمعدنوس، وتجي عجينة بزاف سهلة وخفيفة. والبنة واش نحكي لكم، بقاو معايا باش نشوفوا مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله. واش نحتاج في العجينة؟ عندنا هنايا 3 كيسان تاع فرينة، نفس الكاس اللي عيرت به الحليب. هنايا نفرغوه هكذايا، وندير معاه مغرفة كبيرة تاع سكر حبيبات، ونديرو معها مغرفة كبيرة تاع خمارة الخبز حوالي 10 غرام. انا درت الحبيبات. نخلط مليح النواشف مع بعضهم. هنايا نضيف لها حبات تاع بيض تكون بدرجة حرارة الغرفة، مغرفة صغيرة تاع الملح، مغرفة تاع الزيت، ونضيف هذاك الحليب يكون دافئ هكذا. نعجن كامل المكونات، نضيف هذاك كامل الحليب ونبدا نخلط، ونضيف مغرفة تاع الزبدة تكون طرية، مغرفة كبيرة تكون معمرة مليح عفوا. انا هنا نبدا نعجن بيدي، نلمبك العجينة كما كنتوا تشوفوا. طريقة جد سهلة والنتيجة تجي ما شاء الله، تجي روعة. هذا الخبز يجي بزاف بنين بنكهة المعدنوس والثوم والفرماج، يجي ولا اروع. جربوها في هذا رمضان، راح يجي بزاف بنين. انا هنايا راني لمتها كامل، نغطيها ونخليها تخمر وتتفاعل حوالي ساعة كاملة هكذا باش يجينا الخبز بزاف هايل. هنا العجينه تاعنا خمرت وضاعف الحجم تاعها كما راكم تلاحظوا. انا هنا نبدا ندير في الفرينه باش نهبطها، نعاود نروح بالفرينه كما تشوفوا. شوفوا جات العجينه بزاف طريه هكذا. الخبز تاعنا راح يجي بزاف بنين والطريقه تاعو جد سهله، راح تديلك بزاف تاع الوقت، والمكونات بسيطه متواجده في كل منزل. انا هنا هكذا نشكل كريه وندي نحطها في الصينيه تاعي اللي تدخل في الفور. انا درت هذا شكل دائري، ونبدا نمشي الخبزه تاعي غير بيدي هكذا، ما نخلوهاش خشينه بزاف وما نرقوهاش. دينا السمك تاعها حوالي 1 سنتيمتر. دوك نوريكم. العجينه راهي بزاف هايله كي خمرت وارتاحت. شوفوا السمك تاعها كيفاه، متخشنوهاش بزاف. انا هنا واش راح ندير البنات، راح نقطعها بالجراله ولا بالمساعدي، ما تقطعيهاش كامل حتى لتحت هكذا. ندير خطوط ونشكلها مربعات ولا كاريات كيما تحبي، هذاك الشيء اختياري. باش نحشي هذيك الفراغات بالجبن. تبوا معايا للاخير، شوفوا الطريقه كيفاش راح ندير هكذا كما كنتوا تشوفون. هنا قطعتها مربعات هكذا. هذه هي الطريقه. انا هنا نزيد نخليها تخمر حوالي 10 دقائق. واش نحتاجو في الصلصه تاعنا؟ عندنا هنا مغرفه كبيره تاع الزبده، ونحتاجو واحده تاع الفرماج جبن، اي جبن متواجد عندك، وندير لها مغرفه تاع الزيت، ونضيف لها المعدنوس يعطي لها نكهه رائعه للخبز تاعنا، ونضيفوا الملح بلا ما نساوه، ونديروا سنينه تاع الثوم. العجينه بعد ما ريحت لنا حوالي 10 دقائق. انا عندي هنا صفر تاع بيض، ندهن كامل الخبز تاعنا كما راكم تشوفوا. وشعلت الفور تاعي على درجه 170 درجه، شعلته من الفوق ومن التحت يطيب لنا بعقلو ويتحمر لنا ويدي هذيك اللون الذهبي، والفرماج تاعنا ما يتحرقناش. انا هنا نكمل ندهن كامل الخبز تاعي هكذا. انا هنا نعاود نعين هذوك الخطوط بعد ما نفخت لنا وخمرت، نغلقو
هكذا باش نحشيهم بالفرماج. رانا لحقنا الخطوه اللي تعطينا بنه رائعه للخبز تاعنا. هو هذاك الخليط اللي وجدناه مع بعضنا، الزبده والزيت والمعدنوس وسنينه تاع الثوم والملح. هكذا نوزع كامل في الخبز تاعي على الوجه تاعو، هكذا نوزعوه بشكل عشوائي، ونبدا نمشيه على كامل الخبزه تاعي. هذا الخليط تاع المعدنوس راح يجي بزاف بنين، وهذيك الزبده راح يعطينا احمرار وبنه للخبز تاعنا كما راكم تشوفوا. انا هنا نبدا نعاود نوزع هذاك الفرماج في الفراغات، ونحشي هذيك الفراغات كامل كما قلت لكم باي جبن متواجد عندك، هكذا. انا كامل نحشيهم ونعاود نرجع لكم. هنايا كلمسه اخيره انا نديرلو الفرماج المبشور، نوزع كامل ونديرو يطيب ويتحمر ويدينا هذاك اللون الذهبي ويذوب لنا الفرماج، ونعاود نوريكم في الشكل الاخير. هذا هو الخبز التركي بنكهه الفرماج والمعدنوس، جاء بزاف بنين وخفيف كالريشه وبطريقه جد سهله، راح تديلك بزاف تاع الوقت. جربيها وما رايحاش تندمي. هذا الخبز يجي بزاف بنين، يولم لرمضان، تحطيه مع الشوربه. ان شاء الله تنال اعجابكم هذه الوصفه وتجربوها. انا هنا نقسم لكم وتشوفوا كيفاش جا من التحت وكيفاش جا من الداخل وكيفاش جا خفيف كالقطن. ونبقى نهضر على البنه، ما تنساوش البنه تاع الفرماج والمعدنوس والثوم، راح يعطي نكهه رائعه للخبز تاعنا. شوفوا كيفاش جا من الداخل، هكذا نرفد لكم حبه جا ما شاء الله. وهذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تجربوها. واذا عجبتكم ما تنساوش باش ديروا لي جيم وتبارطاجوا. انا نخليكم في وصفه جديده. السلام عليكم.